يسولف لنا رجال يخاطب ويرحبون الناس، وإذا سألوا رده، ونعم ومتوظف ورجال وعلومه كلها طيبة. خطب يمكن عنده أكثر من بيت. المهم خطب عند واحد ورحبوه، جاء كذا قال والله معلش البنت ما هي موافقة. راح له البيت، دخل عليه قال يا فلان بنتك الله يعطيها المطلق، أنا ما عاد أبغى بنتك، لكن أنا جيتك الحين، أنت رحبت في بداية الموضوع، وأنا لو ماني واثق من نفسي ما جيتك، ولو ما أنت يعني لو أنت أول واحد كان بقول الله يستر عليك، لكن هذا خامس بيت أو سادس بيت وأنا أجي. سوى شر. كل يرد إيش العلم؟ قال والله أنا شهدنا منك. به رجال والله ما ذكرك. قال من هو؟ قال والله قال والله ما طلع لين تعلمني به. بالطيب ولا بالقصيد؟ يا بني آدم اطلع، يا بني آدم فكني شرك، يا بني. علمني منهم. قال هذا وجهي لكني ما أقرب، بس علمني منهم. هذا خرب علي. قال والله فلان فلان يطلع من جماعتي. أعوذ بالله. أثره اللي وراه 6 سنوات هو وراه. 6. أخويا متزوجين عليهم ولد وبنت إلا الرجال ذا. حسد. راح عليه مسكه قال يا رجال وش بيني وبينك؟ قال ماني فاهم. يا بني آدم قال ماني فاهم. المهم راح للنايب كبير الجماعة، جاء قال يا أبو فلان العلم كذا وكذا وكذا، والرجال لا واقف في نصيبي، لا بيني وبينه شيء ولا أعرفه إلا من طرف الجماعة، وأنا أتعوذ من شره بالله سبحانه وتعالى ثمك. لا تبلى. قال وأنت تدري؟ قال لي والله أنا رحت الرجال اللي خطب عند آخر واحد وعلمني، قال فلان. جابه لا قال والله قال ما يدري. قال تحلف اليمين؟ قال احلف اليمين. يا رجال لا تحلف. قال احلف. قال بحلفون يولط الرجال. قال لا تحلفون، هذا عنده، هذا مريض، هذا عنده عيال وعنده أسرة وعنده موتون عياله بسبب ذا الدين اللي بيحلفه. بعضها ما يهمه. إيه؟ عنده فشيله هم. يقول عرفت ان الدنيا نفس. يقول بنروح، يقول اشتكي للشرطه، الشرطه ما في يدي شيء يثبت ان الرجال ذا اللي موقف في دوله. اشتكي على القضاء، القضاء ما في يدي شيء يثبت انها الا شهاده الرجال ذاك. يقول انا الرجال واقف لي يقارب 5 سنوات و6 سنوات. إنا لله. فهذا الشيء اللي تقول ايش؟ احنا ودنا كلنا ود الناس كلهم نتمنى نسال الله نكون يوم قال، لكن في فرق بين الغل والحقد والحسد. صح. وفي فرق بين الموقف الخاطر اللي ما اقدر امحاه، صح، اللي ياثر على حياتي. صحيح. الغل وشو؟ انك تغل اخوك وما بينك وبينه موقف، هذا خطا. الحقد وشو؟ انك تحقد على اخوك وما بينك وبينه موقف، هذا خطا. الحسد انك تحسد على اخوك على هبه، اما مال، اما رزق، اما عيال، اما زوجه، اما تحسد انا عنده. انا اشهد. اما قضيه جوهر الصدر لابد يكون سليم، لكن اما واحد يخطي عليكم موقف ويأثر في نفسيتك ويأخر في رزقك أو زواجك أو وظيفتك أو عملك، أو كم من الناس فصلوا من وظائفهم بسبب واحد ما يخاف الله جاء يتكلم فيه وفصلوا. والله صح. كم من واحد نقل من أهله، راح من منطقة إلى منطقة بسبة واحد جاء يتكلم فيه وانقلوا، ضاعوا عياله بسبب من؟ كيف تبغاني أسامحك؟ الله.